أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج فري كورة وملخص أخبار اليوم. اشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. الأهلي بيدرس ضم مهاجم أجنبي وترتيبات لفريق الموسم المقبل. الأهلي يزف بشرى بشأن إمام عاشور قبل السوبر. الخطيب يكشف مهام سيد عبد الحفيظ في الأهلي. غياب صلاح محسن وميدو جابر يضعف هجوم المصري أمام الأهلي. الزمالك يستقر على استمرار فيريرا وتعديل في الجهاز المعاون. خطة إعداد خاصة قبل دور ال16 من الكونفدرالية. قرار بعودة الثنائي فتوح والجزيري للتشكيل الأساسي. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة 2-1. تشيلسي يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي. نابولي يكتسح إنتر بثلاثية في إيطاليا. باريس سان جيرمان يواصل الصدارة في فرنسا. التفاصيل: الأهلي والمهاجم الأجنبي الجديد. الأهلي بيجهز مفاجأة لجماهيره في الميركاتو الشتوي بعد ما استقر تروب مع لجنة الكورة على التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لدعم الخط الأمامي. إمام عاشور قريب من العودة. طبيب الأهلي أكد إن إمام عاشور هيرجع للتدريبات الجماعية خلال أيام بعد ما أجرى فحوصات أثبتت تحسن حالته بشكل كبير، وده قبل السوبر المحلي المنتظر. الخطيب وسيد عبد الحفيظ. الكابتن محمود الخطيب كشف عن المهام الجديدة اللي هيتولاها سيد عبد الحفيظ داخل النادي، وهي الإشراف الإداري على قطاع الكورة وتنظيم العلاقة بين الجهاز الفني والإدارة. فيريرا مستمر. مجلس إدارة الزمالك قرر رسمياً استمرار البرتغالي فيريرا لنهاية الموسم، مع تعديل بسيط في الجهاز المعاون هيعلن خلال ساعات. التحضير للكونفدرالية. الزمالك بيركز على رفع المعدل البدني للاعبين قبل مباراة دور ال16، والمدير الفني طالب بتدعيم الهجوم بعد تراجع معدل التهديف. عودة فتوح والجزيري. الطاقم الطبي أكد جاهزية الثنائي أحمد فتوح وسيف الجزيري بعد التعافي من الإصابة، وهيشاركوا في التدريبات الجماعية من بكرة. الكلاسيكو. المثير: ريال مدريد قلب الطاولة على برشلونة وفاز 2-1 بفضل هدفي فينيسيوس جونيور وبيلينغهام في مباراة حماسية شهدت غيابات مؤثرة في صفوف البارسا. تشيلسي يواصل نزيف النقاط. الفريق اللندني خسر أمام برايتون 2-0، والمدرب ماريسكا اعترف إن الفريق محتاج ثقة وتنظيم جديد. نابولي ضد إنتر. أوسيمين قاد نابولي للفوز بثلاثية نظيفة، وجه رسالة لجماهيره: العودة بدأت. باريس سان جيرمان بيفوز على بريست بهدف نظيف أحرزه مبابي وبيستمر في الصدارة. ميم أخبار يوم 27 أكتوبر 2025 من فري كورة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس علشان توصلكم النشرة اليومية أول بأول. فري كورة، دايما معاكم من قلب الحدث.